بما ان المنجل راه يحارب في العصابات، نقولوا له واحد الاسامي. كاين جنرال عكروم المتورط في نهب ميزانيه الجيش عن طريق تضخيم الفواتير للعتاد العسكري والبياس ديتاشي اللي يجيب بها فيها من ميلا مع ولده اللي راه شريك مع لي فورنيسور تاع لا بياس ديتاشي. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الشريف عبد الرزاق وولادو رمزي نبيل وليد اللي نهبوا لها جد جدها بسكره، وزادوا ورقله، وزادوا في العاصمه، وزادوا في كل منطقه. ما وقفوش، نعطيكم اللي ما وقفوش وما يعيطولهمش. وبالك بعد هذا الفيديو يبغوا يقاموا في الارواح، هذوم وجوههم صحاح. هذه رقم اثنين. رقم ثلاثه، الجنرال كمال عبد الرحمن اللي راه اوت، ولاده سمير كمال، سمير وعادل وبنته مريم. طربقوا لها جد باباها، ولا كون بغيتوا روحوا للسوبر مارشي تاع باب الزوار، غادي تسيبوا عندهم المحل ثم الحبوبه في المطار برا تحت الارض فوق الارض في حيسيبوني في الوزين تاع الجي تاع فيطاجي هذاك. نهبوا لها جد باباها لا ميزو تاع سي 3 في الطورو، الكوكايين، الزطله، كل حبوبه راهي ثما. رقم أربعة، الجنرال خالد نزار اللي ولده راكم تعرفوا ولده لطفي نزار، اللي هما داروا له مملكه امبراطوريه داروها لولد نزار في الجزائر. كانوا عاطينا هذيك الاساسي تاع الاتصالات اللي هو كان داير لهم الانترنت بالمناسبه، حل هو اللي داير لهم الانترنت في كل ديفا. الانترنت تاعهم ما تفوتش على تعزوه ولا تاع اللي تقعد تقطعش عنده هو كاع. وانترنت مغطي بها قول كاع الاخر مشاريع في اسبانيا كان عايش معاهم القايد وكان ياكلوا يشربوا معاه. ينجموا يديروا مذكرات اعتقال دوليه في حق لطفي نزار انه نهب من اموال الشعب بالبروفات بكلش بالفساد. هذا يسلموه لهم، ما عنده لا قضيه سياسيه لا والو. شوفوا يدير له مذكره اعتقال عسكريه باش ما يعطوه لكمش كاع، ما تهفناش. زيدوا روحوا الى الجنرال بودواور بوجمعه بودواور اللي ولده امين بودواور، اللي جنرال ديجا تصدق او لا تصدق، عمر راسك ديريكت عمر راسك. هذا جنرال بودواور لقاو عنده 800 مليار. كنت اول من سرب الفيلا تاعو اللي شراها امام السكنه تاع السفير تاع البرتغال في العاصمه. فيلا شراها مش شحال مليار، هبطها عاود بدا يبني عاود كذا عاود كذا، وهما بحد ذاتهم قالوا لقينا 800 مليار في داره. هذا جنرال تبعني تبع مليح. وراه المشكل وين مخك يحبس ان ابنه كماندار كوموندون امين بودواور راه في وزاره الدفاع معاهم الداخل وفي الماليه، في وزاره الماليه، في قلت لك في الفرع تاع الماليه في وزاره الدفاع. ولا زال هناك سي بودواور امين ولده. هذا ما يجبدهم لكمش. الجنرال مقبور كنيزيه ولادو بناته راهم داين بناته، عنده بنته راهي في سويسرا. كانت شيكوره تاع اير الجيري هي اللي حكمتها. راجلها الزوج تاعها هو مدير الماليه في نفس الشركه. القصر اللي داينه كنت حطيته في مازال ما حطيته، جاكم نحطها لكم. القصر تاعو في نوريه لكم تتفاصيل. شوف لا راه هنايا ولا القصر تاعو في جنيف في سويسرا. قصر شاريه ب7 ملايين. ما تشوكاش يا عزيزي المواطن، القصر شاريه ب7 ملايين فرون سويس، يعني تقدر تقول واحد شفتوه ولا نعاود لكم جديد؟ هذا هو. هذا ولا نوريكم بالتصوير. في لان سويس. جيبوا الدراهم تبونا، ما تقولهمش بلي ما نعرف الاماكن تاع الاموال وراه نعرفوا احنا ثاني الاماكن، نعطوك الاماكن يا كذاب يا بلعاط. نعطوك على بلايص تاع الدراهم وراهي تاع الشكاره تاع الجزائريين وراهي، بلا ما تهف الناس ولا ما تقعد تخرط على الناس. حنا على بالنا حنا نهار كنا نشرو في الوثائق تاع الاموال المهربه وتقول لهم على بالي وراهي الاماكن تاع الاموال. ايه حنا على بالنا. حنا كنا نهار كنا نخرج، انت كنت تحت الجناح تاع السعيد بوتفليقه، انت كنت تحت الباط تاع بوتاف، انت كنت تصبح بفخامته وترقد بفخامته. نهار اللي كنا خرجوا في الدوسيات تاعهم انت كنت تقول اقسم بالله غير البرنامج تاع بوتعويقه غير اللي يكملوه. تيش تهفنا على بالك عاد راهم راهي الفيلات القصور المشاريع السكاني الوزناوات الشركات الدراهم كاش لي بون كونت بونكير كلش على بالنا.
وانا اللي حطيته هذيك بريمير سيزون تاع امير دي زاد، يعني من اجل الحراك الشعبي، من اجل توحيد الجزائريين، من اجل كسر حاجز الخوف، من اجل وحده كل الشعب الجزائري. وقلع عليا هذه عربي وقبيلي. هذيك بريمير سيزون تاع امير دي زاد، كل هذيك المسيره اللي درناها، ديك المسيره كاع ديك تاع شحال من عام، واثبتنا بالحجه وبالدليل، رغم انكم هاجمتونا، درتوا لي درتوا باسيتوا دارنا، درتوا لي معليش. المهم اللي وصلنا للهدف اللي هو تحرير الوعي والشعب يتحل بالكم. هذه بريمير سيزون هي ربما شفتوا منها انتم 10% من الملفات، لان على بالنا باللي راهي جايه في المرحله القادمه اللي نورطوا فيها العصابه تاع الصح وبصحيح. كنا في الجنرال غنيزي، الجنرال بوسطيله، راكم شفتوا شي حطيت على بوسطيله مقبور القائد الدرك الوطني اللي ولدوا امين وولدوا ياسين بوسطيله، حطيت لكم الفيلات التصاوير الشركات بوبا كحله، ما كاش منهم اللي جابوه. الجنرال بالقصير تاع الجدرميه اللي قال لك هرب، انا عمري ما شفت جنرال عايش معاهم ويدخل. يا اخي هو اللي كان يرفد فيه ويحيى يحطها في الحباس ويحط جاب فلان وفلان دخلهم الحباس. يا اخي تاعكم هذا كيف هنا واحد يجيب في هذه العصابه ومن بعد يقول لك هرب؟ هذه ما تدخلش في الراس، هذه ما تركبش. لما لا هذا طف عطاها. هذا الجنرال راه يتمتع في باريس هو والزوجه تاع فاتحه بوخرصه اللي كانت رئيسه مجلس قضاء تيبازا، واللي هي اشرفت تحت رعايتها طبعا في اغتيال الصحفي محمد تماد في سجون القليعه. ولدها الان يعيش باموال الشعب الجزائري متنقلا بين برشلونه اللي هو رفيق، بين شنو نعرفوا اساميهم فزايدين، وانت ختنتوهم وانت ما ختنتوهم ولا ما ختنتوهمش، كلش نعرف عليه. اللي هو رفيق تعيش ما بين برشلونه وباريس باموال من؟ باموال الباديسيه النوفمبريه. تقول لي هربوا؟ مين هربوا؟ مين هربوا؟ هذاك عزبه مقنين ولقى فويته وعطاها، وقاعد هذا بلاد وفيها مطارات وفيها شرطه حدود وفيها حدود، فيها جيجيه في حرس الحدود وفيها الدنيا، وعندكم جيش يدير المناورات في البحر الابيض المتوسط، وعندكم الغواصه والسماره اللي تدخل تحت البابور بلا تخرج من لهيه، عندكم الصواريخ اشفيسكي ستراتون مش عارف واش يسموهم. واحد السؤال عندكم هربوا؟ هرب شو نهرب بس؟ شو هربوا هرب سعداني صعب القايد. هرب اللي كان يحل في الفانه تاع البترول اللي هو والقدور. هرب القصير صاحب القايد اللي كان يدخلها فيهم الاحباب. هربوا غير جماعه صحابك اللي قدروا يهربوا. سبحان الله. كاين الجنرال عثامنيه واللي هي الزوجه تاعو هي الراعيه الرسميه للممولين، اللي كان هو ثاني كان خدم في جواه الناحيه العسكريه السادسه، ومرته طلعته معها حتى الناحيه العسكريه الخامسه. واش طلعت معاه؟ ماشي طلعت جنرال طلع هو طلعها معاه، طلعت معها لي فورنيسور اللي كانوا يفورنوا للجيش. سته جابتهم واللي منهم حشاش الباتني، جابتهم شفت السيرفو هذا شرا راه فاتي جدك باغي نبدل، باغي نقلع 500 دوس وندير انجي. ما خصها بدات راني سيبريمي، راني كل خطره نسيبريمي حاجه مرات. دات معها لي فورنيسور واللي نهبت كل ميزانيه الشعب الجزائري، اللي هي كتقول ميزانيه الجيش هي محسوبه على ميزانيه الشعب، لان ميزانيه الجيش يدوها من صندوق الشعب. 11 مليار دولار في السنه يدوها، 10 سنين يدوا فيها اكثر من 110 ملايير دولار، يعني 10% من 1000 مليار دولار اللي تنهبت. سقسوا خاوتكم الجيش، العناصر تاع الجيش ما غاديش يعرفوا صف الجنود ولا صف الضباط، ولا اللي عندها كاش واحد يعرفها كابيتان فميلتا ولا كوماندا ولا خدم في لاسيس لتحتها، سقسي يقول لها شكون هي مرت عثامانيه واش دارت، شكون هما حشاش ولي فورنيزات، يقول لك راه ولي عند امري فاهم. المهم الجنرال صواب ولاده بلا ما نحكوا عليهم اللي حكيت عليهم اللي راهم في الناحيه العسكريه دو في وارن اللي مازال الان. الجنرال شنقريحه ولادو، شنقريحه كان خدام، كان حاكم لاويتيان بيبي. لاويتيان بيبي هذه جايه في بلعباس في راس الماء في بيدو حدا المير، مع تحياتنا لخاوتنا الاحرار في راس الماء في بيدو والناس بلعباس. المهم شنقريحه هو اللي كان حاكم لاويت في ديك الوقت. قبلها كان معاه قايدي خدام، ذاك الوقت قايدي ما كانش جنرال، كان كانيش هكا، كانيش من الكانيشات اللي تما. بعدها يتحول يعطوه لاطروا، يطلع لاطروا وخبط الناحيه ولا قايد الناحيه في لاطروا في بشار على بالك باللي زافيلات اللي فيها عند ربي يخبرهم، لان الناحيه العسكريه الثالثه تضم اكبر عدد او اكبر نسبه
من عناصر الجيش، لأنها خاصة في الحدود تاع الصحراء الغربية اللي راهي على تندوف، والحدود والمشاكل اللي صاير مثل من أكبر الكتائب والفيالق اللي تما لي بطايون والدنيا اللي هي تما، اللي فيها بالمئات الآلاف اللي راهم خاوتنا تما، نقص في التموين، لأن قادة الوحدات تما اي كولونيل عطيناه كازرنا ولا كاين كونسورنت بزاف تما راه من لهنا، هذه 48 369 362 صوص الدنيا راه من لهنا. في كل قاده وحده تما على بالك بلي مونك حنا مساكين اللي يعرف كاش وحده برا في السيفيل يجيب الفورغو والكونغو ولا الفورغو ولا الكارسان، الكارسان تاع بكري يجيب الفونغو الجي 5 جي 9 البوكسر مرسيدس فورغونات يعمرها يشرجيها بالماكله تاع العسكر ويدوها اللي يعرفوه برا، بلا ما نقول بارك راهم يتفرجوا معنا عائلات ولا هما موصلهم الميساج يدوهم برا يخرجوهم اللي يعرفوهم برا. خاوتنا مساكين عباك بلي اصبحوا اليوم عناصر الجيش. اليوم راه موج فيديو زعما رانا مقصرين مع خاوتنا وخلاص. خاوتنا الجيش مساكين والله ما مصايبين ما ياكلوا، قسما بالله قسما بالله. وتشوفوا الفساد اللي في المؤسسه العسكريه الراس تاعك يكلاطي. على راهم خايفين يفتحوا هذا الملف، على هذا الملف حساس. قربوش يعني ما يقربوش، على بالك باللي قال لك الرنب تنوض ثعلب، هاد الرنب تنوض حلوف، بالعفو سمحوا لي، يقول لك الرنب تنوض حلوف، تجي تخرب فيها الرنب، تجي تخرخش هكا في كاش سدره ولا في كاش يخرج لك حلوف. اما على هذيك راهم مخلينها مكالميه مسقمين ساكته ماكته. وبالمناسبه ديدو ولد القايد في اي ما تصير فساد في المؤسسه العسكريه الا وديدو فيه عنده يد ثمه. اي فورنيسور لو كان يستدعوه للتحقيق حول تضخيم الفواتير، بون طبعا ما غاديش يضخمها الفورنيسور بيده، غادي يجي كولونيل اللي تما قابض الكازرنا هو اللي يعمر، كولونيل هو اللي غادي يدي تشيبا معاه والاخر يدي تشيبا، بصح ولد القايد سيبا حط يداه. ولد القايد في حد ذاته عنده مخابرات تاعه تجيب له المعلومات من الكازرنات، عيطوه لهم للسيامي الداخل ولا الله يسلم، كاين الله يسلم كاين السيامي اللي داخل تابع الامن الجيش، يعسوا له كلش ويبيعوا له كلش كاع واش صرا واش ما صراش باش يدي الباي. على هذيك ما يقدروش يفتحوا ملفات فساد في المؤسسه العسكريه حتى تسقط زمره الجنرالات المرتزقه اللي هم مسيطرين على كلش. فهمتوا على واش باغي يطلقوا؟ علاه قلت لكم تندوف وبشار الناحيه العسكريه ثالث وشنقريحه دار شكاره كحله تما، لان كل ما يكون عدد العناصر تاع الجيش بزاف كل ما يكون التمويل اكثر. دونك مثلا انت عندك كازرنه فيها 100 واحد وكازرنه فيها 10000، اللي تسرقها في 100 ماشي كيما اللي تسرقها في 10000. في 100 واحد دي تشيبا خفيفه بصح في 10000 في 1000 فرانك تبدا تلعب حساب 1000 فرانك. على بالكم باللي لي بي دوك نحط لكم الفاتير، الفاتورات راهم عندي كاع، نحط لكم فاتوره غير تاع لي بي تاع تيليكوموند. شتا لي بيلا تاع تيليكوموند بيلا هما ما خاصهمش كاع لي بي ثما ديجا ما يسحقوهمش كاع في واحد، يسحقوا واحد الكميه قليله هكا بصح ما بالك يجيبوا بالكاميو تاع لي بي بيقيسهم دوك لي بي وخاص الفاتوره. المهم تعمر فاتوره وخلاص، عمر ونعمر والتالي ما يلحقش. ولاد الجنرال طرطاق والتوفيق، التوفيق عندها سيد علي وعندها امينه، شوفوا يعطيهم الله. انا هو البلاء بلاء اللي باصاو به. توفيق عندها شغل يجدك تهضر مع لي طاسيفي تاعها. توفيق عندها امينه وسيد علي، سيد علي عندها شركه تاع الدعم مع الانجليز راح بدا كاع الشركه كومبلي قال لك يلا بلي. وبنتها راه عندها شركه امينه، راه عندي المستندات تاع الشركه تاع مين ما يقصوهم، ما يجيبولهمش هاد الدوسيات ما يسقسوهمش عليهم. كذلك الطرطاق ولدو اشرف وارسلان. بالمناسبه اشرف هو اللي كان حل واحد الموقع الكتروني واللي كان يدير فيه واحد من الجماعه اللي داوهم في قضيه ما يسمى بشبكه امير. زاد واحد ثاني داوه في الطريق، هو كاع ماهوش خاطيني كاع ماهوش كاع داخل كاع ما جابديناش كاع في اسمي، بصح داوه في واحد الحسيفه ثم اللي هو نسيت اسمه الياس حديدي. الياس حديدي روحوا شوفوا كتبوا الياس حديدي في الاخر يخرج لكم. هو اللي كان مشرف على موقع طرطاق. السي محمد ها كان معاهم واحد السيد معارض بصح ما زادش بان من ضربه تاع الحراك في الايامات الاولى ما زادش عطاها. خرج زوج جمعات ولا ثلاثه وخروا غادي انا اللي نحرر الجزائر يا من عاش راك ما عرفتوش فلما نحلبو
يقول لك انا راك طايح عليا وكتب فيها تخرج في الدوسيات نورمال مضرب بالنار. ايوه راه عارفها حبيبنا. اما نوها طرطاك، نوها طرطاك نسبة كبيرة من الأموال تاع نوها طرطاك بالطرطاك راهي على اسم الزوج تاعها مول الفورقو، يعيطوا له مول الفورقو. مول الفورقو. هذه الملفات هذو ولادهم لا يجيبوهمش، لأن كل العصابة اللي في السجون، كل العصابة اللي في السجون. ويحيى كي تجي تقول لي انايا تقعد تهفيا لقينا 300 دولار مليار في الكونت تاعو، ويقول لك عطاوها لي هديه وما هديه. هذاك راه من اخبث الخبثاء في النظام. تجيش تجي دير لك دراهم في الكونت، تقعد دير لي، ومن بعد تجيبوها تلقاوها باللي ما كاش منها، ومن بعد تجيبوا واحد مثل دراهم ويحيى كلها على اسم منتيزي حسيبه وعلى اسم لامين